في برنامج كان أحمد الفيشاوي ضيف فيه، المذيعة سألته سؤال كده استوقفني ولقيت نفسي سرحت فيه. سألته قالت له: يا ترى هل كل الناس اللي ظلموك أو أذوك أنت شفت بعينك وحقك بيتجاب منهم؟ طبعا قعد خد الموضوع بهزار وعمل نفسه بيعيط، قال لها: تصدقي ولا مرة حد منهم أنا شفت فيه حاجة وحشة، وواضح كده إني أنا اللي كنت غلط أو أنا اللي كنت ظالمهم. لقيت نفسي بسرح كده وسألت نفسي السؤال ده: هل يا ترى كل الناس اللي ظلموني أو أذوني أو شفت منهم حاجات وحشة، هل أنا فعلا شفت على حياة عيني كده إن حقي بيتجاب منهم؟ اكتشفت حاجة غريبة قوي. اكتشفت إن أنا أصلا ما خدتش بالي هل هو فعلا حقي اتجاب منهم ولا لأ. يعني برغم كل الكسرة والحزن والأوقات الصعبة اللي عديت بيها، مثلا من الخذلان اللي أنا شفته منهم، لكن أنا يعني خدت وقتي في الحزن. اتوجعت كتير، لكن ما زودتش على نفسي ده بان انا افضل سايبه اللي ورايا واللي قدامي واقعد ادور على اخبارهم واقعد اسال عليهم واعرف واشوف مين هيجيب لي اخبارهم والحاجات دي كلها. عارفين ليه؟ لان انت لما بتكون حزين او بتكون مكسور، ده مش عيب. يعني ان انت تكون انسان قوي مش معناها ان انت مش هتتكسر في لحظات، بالعكس، انت هتتكسر وهيحصل لك ده عادي جدا. بس الشطارة بتاعتك ان انت توجه ده صح. خد وقتك في الوجع، خد وقتك في الحزن، وطبطب على نفسك على قد ما انت محتاج، واعمل لنفسك كل حاجة شايف انها تليق بيك. يعني مش كفاية هو أذاك وخد منك ومن حياتك ومن وقتك ومن مشاعرك ومن كل اللي انت ممكن تكون عملته عشانه، لا، كمان هياخد منك ان هو هيحولك لشخص اسوأ. ممكن كمان يحولك لشخص شبهه انت مش عايز تبقى هو. اوعى توصل نفسك للمرحله دي. خد وقتك في الحزن. سامعاكي يا اللي بتقولي لا انت كده ما شفتيش يعني ايه حزن، ما شفتيش يعني ايه حد يجي عليكي، مش هتعرفي تطلعيه من دماغك. ما بقولش يا حبيبتي تطلعيه من دماغك، بالعكس، انت خدي وقتك في الزعل وافتكري كل حاجه كانت بينكوا حلوه ووحشه، عشان تطلعي منها ان انت في الموضوع ده كله، في القصة دي كلها انت حد اتألم اتوجع، يستحق الأحسن، يستحق الأفضل. جايز يكون ربنا بعد ده عنك عشان يعوضك خير أو يعوضك خير. افتحي ايدك كده، ماشي، وشوفي ربنا هيعوضك ازاي. ده اللي تركز عليه، ده اللي انت تطبطب على نفسك وتقول انا استاهل الاحسن، مش هسيب اللي ورايا واللي قدامي وافضل ادور هل ربنا انتقم منه ولا لا، هل شفت فيه. لاحظت حاجة كمان، لاحظت اني انا ممكن اكون سمعت عن ناس اذوني حاجات وحشة، لكن في اللحظة اللي انا سمعت عنهم حاجات وحشة حقيقي زعلت عليهم زيهم زي اي حد غريب، يعني سمعت عنه خبر وحش او حاجة وحشة، لان هم حرفيا ما بقوش فارقين معايا. وقت ما توصل بجد للمرحلة دي، ووقت ما تبقى شخص اقوى وتعلمت من الدرس ده من حياتك وربنا عوضك خير وقفت على رجلك، يوم بقى لما تسمع عن حد اذاك حاجة وحشة، صدقني مش هيبقى فارق عندك خالص. باي باي.